لو كنتوا نوع عايش وقتها فانتوا تحت التهديد حرفيا. الاشجار مش بتتنفس ميثان، والبحار ما بتحبش الامطار الحمضيه، والحيوانات بتتخنق لما الاكسجين يقل والسي او 2 يزيد. يعني رغم ان في نباتات بدات تنتشر شويه في النص الاول من الترياسي، بس النشاط البركاني رجعنا خطوتين ورا، وكأن الكوكب قرر يعيد الامتحان من الاول. وكمان حاجه اخيره مهمه، البراكين كانت بتبرمج الكوكب مش بس بسبب الحراره والغازات، ده حتى التركيبه الجيولوجيه اتغيرت. طبقات الارض اللي اتكونت من الحمم، شكل السواحل، حدود القارات، والتربه نفسها اتحولت. الموضوع مش بس نار وخلاص، ده كان اعاده تشكيل كامله للارض. كل الغاز اللي طلع ده عمل ايه في الغلاف الجوي طيب؟ هل الدنيا فعلا بدات تتخنق ولا حصل مفاجآت؟ تفتكروا اكتر حاجه بنحتاجها عشان نعيش ايه؟ الاكل؟ الشمس؟ لا، احنا بنتكلم عن الاساس نفسه، الاكسجين، الهواء اللي بناخده كده ببلاش. كان وقت الترياسي مش مضمون خالص. بعد الانقراض الكبير بتاع العصر البرمي، الغلاف الجوي اتشقلب فوق وتحت. نسبة الأكسجين انخفضت، نسبة ثاني أكسيد الكربون ارتفعت بجنون، الميثان بقى ليه حضور تقيل في الجو، يعني الكوكب ما بقاش يتنفس زينا، بقى أشبه بواحد محبوس في أوضة مليانة دخان.